وصفتي النهاردة مختلفة. إذا كنتم حابين تعرفوا ايه هي وصفتي، يلا بينا نعرف ايه هي وصفتي. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وصفة جديدة من وصفات الشيف خلود. النهاردة هنعمل مع بعض السمك البلطي بطريقة مختلفة. معانا كيلو من السمك متنضف كويس، ومعانا المقادير بتاعتنا 6 فصوص توم وقرن فلفل متقطع. طبعا ليمونة دي هنحتاجها في الخلطة بتاعتنا. ومعانا نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكاري، ومعانا مكعب مرق وربع معلقة من الجنزبيل، ومعانا بهارات سمك، ومعانا الملح طبعا حسب الرغبة، ممكن ربع معلقة ممكن نص معلقة. تمام، هناخد المقادير بتاعتنا في كبة ونفرمها كويس، ونيجي نتبل السمك بتاعنا ونشوف هيطلع عامل ايه مع بعض. واللي يجرب وصفتي يقولي ايه رأيه في التعليقات بتاعتنا. انا هعمل فتحات طولية في السمك بتاعي كده بالسكينة. هعمل 3 فتحات عشان طبعا انا بحط التتبيلة في الفتحات دي. طبعا انا عملت التتبيلة زي ما احنا شايفين كده، وبمعلقة هحطها في السمك وهسيبه يتبل مقدار ساعة او ساعتين، احطه في التلاجة. زي ما احنا شايفين بالسكينة عملت فتحات احط التتبيلة فيها. طبعا انا هاخد من التتبيلة بالمعلقة وهتبل قلب السمك، وبمعلقة هحط كده التتبيلة في السمك كويس، وهحط في الفتحات بتاعتي، وهجيب كده في الفتحات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده في قلب الفتحات وهحط. تمام، هخلص بقية الكمية بنفس الطريقة، وهسيبه ساعتين في التلاجة عشان طبعا يتشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو جدا. وبعد كده هنقليه جنب رز صيادية او رز ابيض او رز بشعرية حسب ما انتوا بتحبوا تاكلوه. إذا كانت وصفتي عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في قناة الشيف خلود الهندي، وتعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد من المطبخ.